السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم المغرب الجميل. وصلت إلى ملعب طنجة الكبير أول شحنة من الكراسي ذات الجودة العالية، والتي جرى استخدامها من إحدى المناطق الصناعية بإيطاليا، في مؤشر جديد يكشف دخول الملعب في الأيام المقبلة مرحلة جديدة من التأهيل، عبر استقطاب كراسي ومقاعد جديدة تخص المدرجات التي انتهت أشغال إنجازها بالكامل. ويأتي استخدام هذه المقاعد الجديدة في إطار الاستعدادات الجارية لتركيبها في المرحلة المقبلة، كي تؤسس مدرجات الملعب لاحتضان كأس إفريقيا وكأس العالم، وكذا تماشيا مع ما جاء في دفتر تحملات الفيفا، بما أن الشحنة الجديدة تهم أحدث جيل من الكراسي المعروف بمقاعد الجيل الخامس، والذي توفر أعلى معايير الراحة والأمان والجودة العالية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وسيتم تركيب أول دفعة من هذه الكراسي ذات اللون الأبيض بناء على تفاصيل هندسية يشرف عليها خبراء مغاربة في هذا المجال، وكذلك بعدد من المدرجات الخاصة بالجمهور في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية، حيث تم اختيار هذه الكراسي ذات اللون الأبيض بعناية فائقة لتوفير تجربة مريحة وآمنة للجماهير، سواء خلال المباريات أو الفعاليات المختلفة التي يستضيفها الملعب.